انا واحد من الناس اللي كنت كاتب له في التعليقات وبقول له يا اخي بدل ما تسلط الضوء على السلبيات اللي عندنا، طب ما تسلط الضوء على الايجابيات اللي عندنا. يعني اشمعنى نصاب مصري؟ طب ما تعمل لي فيلم او مسلسل عن العبقري المصري المهندس محمد كمال اسماعيل اللي هو عمل توسيعة الحرمين الشريفين 13 سنة بدون مقابل. راح سافر اليونان في جبل في اليونان، جاب منا الرخام مخصوص اللي هو الرخام اللي حاليا موجود في اللي هو الحرم المكي اللي بيمشي عليه المصلي والحاج وانت وغيرك، عشان احس لما يكون درجه الحراره المرتفع حاليا في الوقت الحالي في الجو النار بيحس ببروده في المكان. ما يستحقش تعمل له فيلم او مسلسل؟ المهندس المصري اللي هو احمد باشا حمزه اللي انار المسجد النبوي الشريف على نفقته الخاصه بعد ما شاف المصابيح الزيتيه في المسجد النبوي الشريف، فقال لك ازاي مسجد رسول الله يقبل الاناره بتاعته بالمصابيح الزيتيه؟ ما يستحقش تعمل له فيلم او مسلسل؟ طب التكيه المصريه اللي كانت واحده في مكه والثانيه في المدينه تستحقش برضه تعمل لها فيلم او مسلسل؟ على فكره اشقائنا في السعوديه كانوا عايشين على التكيه المصريه بعد موسم الحج، طبعا موسم الحج او العمره كانوا عايشين على التكيه المصريه، ما تستحقش تعملهم فيلم او مسلسل؟ طيب يا راجل دار الكسوه، كسوة الكعبة كانت تطلع من حي اسمه حي الخرنفش في وسط القاهرة في الجمالية، لوقتنا الحالي موجود، اتعمل لها دار اسمها دار الكسوة مخصوص في الجمالية وسط القاهرة في حي الخرنفش. ما تستحقش تعمل لها فيلم أو مسلسل الكلام ده؟ طب المدرس أو الأبلة المصرية اللي علمتك سواء أنت أو في الكويت أو في قطر أو في الإمارات أو في سلطنة عمان أو في البحرين، ما يستحقش منك المدرس أو الأبلة المصرية تعمل له فيلم أو مسلسل؟ للعلم يا سادة، سواء المدرس المصري اللي في الكويت او في السعوديه او في قطر او في الامارات رواتبهم كانت تطلع من البنك المركزي المصري، طبعا كله يهون عشان خاطر اشقائنا، وترجعوا طبعا تقولوا انتوا بتعايرونا بنعايروكم من افعالكم، انتوا اللي تجبرونا ان احنا بنتكلم وبنذكركم بنقول لكم فوقوا، عيب تتطاولوا علينا وتسيئوا لينا وتغلطوا فينا يعني انت ما لقيتش غير النصاب المصري؟ سبت العلماء وسبت المدرسين وسبت الدكاتره وسبت، لو قعدت تعد مش هتكفيني ساعه ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين، ومسكت نصاب مصري. افيقوا واستقيموا يرحمكم الله.